السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد من الاقتراحات الخاصة برمضان. فرمضان على الأبواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة طول العمر إن شاء الله باش ما تمنيتو. فعندي هنا اقتراح ديال كيك بالفينو بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل صحية ممنوع عليهم الفرص أو الدقيق الأبيض. فإن شاء الله نخدموا معكم بطريقة سهلة كما عودتكم، مقادير مضبوطة. عندي هنا كاس لاروب ديال سنيدة، العبار ديال العنبة، ديال كاس ديال العنبة. عندي كذلك قبيصة ديال الملح لتعزيز الذوق. عندي هنايا كاس ديال الحليب وفانيليا. فتندمجوا هاد العناصر، نضيفوا لهم 2 بيضات وكاس لاروب ديال الزيت هكا بالتدريج. فتنضربوا هذاك الخليط حتى تيشكل لينا رغوه. هذا هو الدليل على ان هذاك الخليط ديالنا صافي تيكون واجد. او نديروه هكا في الخلاط الكهربائي باش نحصلوا على نتيجه مزيانه، الا ما بغيناش هكا نبدلو مجهود مع الطراب اليدوي. وهنايا كما تتشوفوا، فهنايا تيكون وصل للمرحله ديال انني خصني نضيف الدقيق. فبالنسبه للعبار ديال الفينو اللي ضفت تيبقى على حسب السوائل، على حسب الحجم ديال البيض، وكذلك على حسب النوعيه ديال الفينو. فكاين هكا الفينو فيه انواع، كاين النوع اللي تيشرب فيه نسبه ديال الامتصاص كثيره، وكاين واحد النوع اللي تيكون هكا شويه ما تيشربش بزاف. فهنايا المهم تنخدموا عينينا ميزاننا بحال الكيك، تنغربلوا داك الفينو ونحطوه حدانا ونبقاو نضيفو تدريجيا حتى تنحصلوا على القوام اللي تشوفوا معايا دابا، القوام العادي ديال الكيك. فدي خدموا الكيكه ديال الفينو بحال تخدموا الكيكه العاديه، تيكون الاختلاف فقط في هذاك الخليط في الاخر. فاش حنا تنكونوا هكا وجدناه تنخليوه شويه خفيف هو تيرجع تيتشرب، هذا هو الاختلاف اللي كاين. فما نديروهاش ثقيله من الاول هكا بالنسبه هكا فاش نبغيو نكبوها في المول، فتنخليوها هكا خفيفه شويه ومن بعد ترجع تشرب. الا درناها ثقيله من الاول فراه تترجع تقل، ترجع هذاك الخليط ثقيل بزاف، تجينا الكيكه ناشفه. فانتم حاولوا كما قلت لكم تخليوه خفيف شويه، ولا كان هكا ما نجحتش معكم الطريقه فزيدوا شويه الحليب في الاخر باش ترجعوا تخففوه شويه حتى تحصلوا على هذا القوام بالضبط اللي تتشوفوا معايا. تنديروه في مولي تيكون هكا مدهون ومرشوش بشويه ديال الفينو، ندخلوه يطيب الطياب العادي ديال الكيك. وبالنسبه للياغورت فانا ضفتو ما ذكرتوش معكم، المهم راه شفتوه معايا في الفيديو. ضفت ياغورت بالنكهه ديال الفاني او ديال البنان، بجوجهم تيتماشاو لينا مع هذا الكيك. وبالنسبه للخمارات ضفت 2 خمارات من فئه 8 غرام، فتا هما ما ذكرتهمش معكم، ولكن كلشي شفتوه في الفيديو. هنايا الكيكه ديالي تتكون وجدات بعد ما خرجتها من الفران، خليتها حتى بردات ودهنتها، فكتجي عاليه شامخه كما تنقولوا. فيها نسبه الارتفاع، هذا هو الدليل على انها تنفخات ونجحت 100%. كذلك محمره، خدات لينا داك اللوين هكا زوين، محمره مزيان واخده حقها من الطياب. وبالنسبه للتزيين زينتها انا بالفيرميسيل، تقدروا تزينوها باي حاجه توفرات لكم. نقطعوها ونقدموها بصحه وراحه بعد ما تكون بردات كما قلت لكم. تجي هشيشه هاد الكيكه، شي حاجه اللي صحيه تتبقى دائما. الكيكه ديال الفينو او اي حاجه حضرناها بالفينو شي حاجه اللي تتبقى صحيه كما قلت لكم. كاين الناس اللي تدير لهم الحرقه الكيكه العاديه ديال الفرص، ولكن هذه تتكون مناسبه لشهر رمضان، فحضروها بعينكم مغمضين، ما تديرش الحرقه نهائيا. تبقى واحد الاقتراح اللي خفيف هكا على المعده، شي حاجه اللي تتهضم دغيا. فكما معروف ان الفينو ما تيبقاش هكا، ما تيديرش مشاكل بحال الفرص. تنتمنى ان شاء الله تجربوها وبهذه المقادير بالضبط وبالطريقه تجي ان شاء الله معكم واحد الكيكه اللي ناجحه 100% من اول تجربه. شي حاجه اللي ديال تحميرات الوجه وما تاخذش منا وقت نهائيا، مقادير بسيطه وطريقه جد مبسطه. وتنتمنى ان شاء الله دائما تدعمونا بلايك، كذلك تعليق زوين بحال القلوب ديالكم. فما فيها باس تتفرجوا رحمه لوالديكم، دعمونا بهذيك البصيمه. وكذلك تعليق ولو بايموجي، تعليق طويل. ودائما ان شاء الله تنتمنى الفيديو ديالنا نلقاكم في اتم الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.